ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الحواوشي المصري او العيش باللحمه، واقول لكم ازاي نعمل عجينه العيش الجميله قوي قوي دي، واللي لو مشيتوا على الوصفه بالظبط استحاله ما تظبطش معاكم. بس في الاول اعملوا سبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هنجيب نص كوبايه ميه دافيه ونضيف عليها كيس خميره ومعلقتين سكر كبار ونقلبهم، وبعدين هنضيف ربع كوباية زيت ونص كوباية زبادي اللي هم يعني علبتين زبادي من الصغيرة العادية، وهنضيف عليهم معلقة بيكنج باودر ونقلبهم كويس ونغطيهم ونسيبهم 10 دقايق. في طبق كبير بقى نكون مجهزين 3 كوبايات دقيق ونص معلقة ملح صغيرة، ننزل عليهم بقى بالخليط او السائل بتاعنا اللي احنا جهزناه ونقلب ونعجن لمدة 10 دقايق فينو ده. بعد كده هندخلها الفرن نسيبها تخمر لمدة ساعتين. طبعا في الصيف بتخمر بسهولة، بس في الشتاء هنحتاج ان احنا نولع الفرن لمدة 5 او 10 دقايق لغاية ما يسخن ونطفي وندخل العجينة جواه. في خلال ساعة ساعتين بالكتير هتبقى العجينة خمرت وبقت جميلة. نيجي بقى للحم، هنحط كمية اللحمة اللي احنا عايزينها وعليها بصل وفلفل اخضر وثوم مضروبين في الخلاط، ونزود عليهم جبنة موتزاريلا وكيس بهارات حواوشي اي نوع انتوا حابينه، ونزود بقى بهاراتنا زي ما يكون بصل بودرة، توم بودرة، ملح، فلفل، اللي انتوا عايزينه. ولو حابين ممكن نزود شوية بقدونس كمان. نقلبهم كويس، ودي بقى العجينة بعد ما خمرت هنقطعها قطع صغيرة متساوية ونكورها. هنبدأ بقى نفرد كل كورة على شكل دايرة ونحط اللحمة في نصها ونقفل عليها بالنص التاني. ومهم جدا اننا نقفل كويس علشان الجبنة والسوائل بتاعة اللحمة والخضار ما تطلعش بره. تقدروا طبعا تعملوا احجام زي ما انتوا عايزين رغيف كبير، عايزين صغير، او الميني حواوشي ممكن نعمل دوائر صغيرة ونقفلها برضو بنفس الطريقة. مهم جدا ان انا بعد ما اخلص اسيبهم على الاقل ساعة كمان يخمروا. بعد كده هندهن وشها، وانا بعمل خلطة تجنن لدهان المخبوزات، وهي عبارة عن صفار بيض وفانيليا ولبن سايل ولبن بودرة ورشة نسكافيه، ونضربهم كويس لغاية ما يمتزجوا مع بعض كويس، ونبدأ ندهن بيهم وش اي مخبوزات احنا بنعملها. حابين بقى ممكن تزودوا سمسم او البركة على الوش، هتبقى برضو جميلة جدا. هندخلها الفرن بعد كده لمدة نص ساعة على الرف اللي فوق مش المتوسط، اللي فوق، علشان اللحمة تستوي كويس بس العيش ما يتلسعش مننا. شوفوا بقى الجمال، حاجة شكله بجد يهبل يجنن. العيش طري جدا واللحمة مستوية كويس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتدوسوا على لايك علشان تدعموا القناة ويوصلكم كل جديد.